السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان 1907. هنتكلم النهارده يا جماعة عن المنافس القادم للنادي الأهلي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب، وهو نادي سياتل ساوندرز الأمريكي. النادي الأمريكي طبعا بيمثل أبطال أمريكا الشمالية، النادي اللي تم تأسيسه عام 1974 ثم تم إعادة تأسيس النادي مرة أخرى عام 2007. وأيضا النادي يديره فنيا المخضرم براين شميتزر اللاعب السابق للفريق، وطبعا المدير الفني الحالي. وأفضل لاعب الفريق هو لاعب منتخب بيرو الدولي راؤول دياز. راؤول دياز ده شباب عنده 32 سنة، مهاجم خطير جدا. راؤول دياز ده قدر يساهم في 15 هدف، سجل منهم 11 وصنع 4 أهداف. وكمان حارس مرمى الفريق وهو الحارس السويسري الدولي ستيفن فراي. طبعا الحارس صاحب ال 36 سنة قدم موسم تاريخي مع الفريق في خلال الموسم اللي فازوا فيه ببطولة الكونكاكاف. وايضا اللاعب الدولي الاوروغواياني نيكولاس لوديرو لاعب اياكس امستردام السابق ولاعب ايضا بوكا جونيورز السابق، وهو ايضا قائد لفريق سياتل ساوندرز الامريكي. الفريق الامريكي يا شباب بيشارك في بطولة كأس العالم للأندية ممثلا عن قارة امريكا الشمالية، بطل بطولة الكونكاكاف. الفريق الامريكي يا احمد قدر يكسب فريق بوماس المكسيكي. هناك نظام المباراة النهائية ذهاب وعودة، قدر يكسب بنتيجة 5-2 عن نتيجة مباراة الذهاب والعودة. تمام، بمجموع المباراتين يا صديقي قدر فعلا يحقق النتيجة دي، وبالنتيجة دي يا أصدقائي سياتل ساوندرز الأمريكي قدر إن هو يحقق معادلة صعبة جدا، وهي إنه يكون الفريق الأمريكي الوحيد اللي قدر يكسر الرقم القياسي اللي محققينه فرق المكسيك في هذه البطولة، ويكسر برضو معاها الهيمنة المكسيكية على البطولة بعد طبعا ما كانت فرق المكسيك بتفوز بالبطولة دي لمدة استمرت 22 سنة. سياتل هو النادي الامريكي الثالث اللي قدر يحصل على بطولة الكونكاكاف، والفريقين اللي حصلوا على البطولة قبل كده هو فريق لوس أنجلوس جالاكسي وفريق دي سي يونايتد، وهو الفريق الثالث في الحصول على هذه البطولة طبعا القارية في أمريكا الشمالية. فريق سياتل الأمريكي يا شباب هو الفريق الأمريكي الثالث اللي قدر يحصد بطولة الكونكاكاف ممثلا عن قارة أمريكا الشمالية بعد فريق لوس أنجلوس جالاكسي وفريق دي سي يونايتد الأمريكي. من خلال متابعتنا لمباريات الفريق الأمريكي سياتل ساوندرز قدرنا نجمع لكم بعض المعلومات المميزة، طبعا المميزات والعيوب اللي بتخص فريق سياتل ساوندرز الأمريكي. الفريق طبعا بيمتاز بالتنوع في طرق اللعب الخاصة به، زائد كمان انه بيمتاز بالمرونة التكتيكية، خصوصا بان هو بيقدر ان هو يغير طريقة اللعب من العمق للمساحات الخالية على الاطراف او العكس بكل سهولة ويسر. بيمتاز بسرعة بناء الهجمات وده بيشكل خطورة على الخصم، وكمان بيعمل طريقة الضغط العالي لما الكورة ما بتكونش في حوزته. بيمتاز ايضا بسرعة بناء الهجمات بشكل قوي وسريع جدا، بعد الضغط العالي بيشكل هجمات مرتدة خطيرة جدا فيما يعرف طبعا بالكاونتر اتاك. هم متميزين فيها جدا خصوصا مع السرعات العالية الموجودة عندهم والقوة البدنية اللي بيمتازوا بيها، زائد كمان الاستغلال الامثل لعدم التمركزات الجيدة للخصوم طبعا في الكاونتر اتاك. وبيمتازوا كمان في الكرات الثابتة ودي بتشكل خطورة على كل الفرق اللي بيلعبوها، فلازم لاعبي الاهلي تركز في النقطة دي كويس عشان خاطر هم بيمتازوا بالكور الثابتة والعرضيات. وهي عدة نقاط يا صديقي، ليست الكرات الثابتة فقط، ده هي العرضيات، الكرات الثابتة، الضربات الركنية. هم مميزين جدا في ألعاب الهواء، بيمتازوا بان هم عندهم اطوال وعندهم لاعبين بيقدروا طبعا يستخدموا الضربات الرأسية بشكل جيد جدا. وبيمتازوا بالقوة البدنية كمان يا صديقي، فريق قوي بدنيا جدا. لازم لعيبة الاهلي تخلي بالها يا شباب عشان الفريق ده
التحاماته جامده جدا. فاهم حاجه اللعيبه بتاعتنا ما تعملش معاهم التحامات، تحاول تمشي كوره من رجل لرجل وتحاول ما تخش معاهم في التحامات، لان هم اقوى مننا بدنيا بكتير. لكن ده عيب يا صديقي، يعني يقدر لاعبي النادي الاهلي ان هم يستغلوا هذه النقطه طبعا الخاصه بالالتحامات في صالح النادي الاهلي، في الجزئيه الخاصه طبعا بالتدخلات، وان هم يقدروا يغلطوهم في اكتر من كوره او كده، لانه يقدروا يستفيدوا طبعا بانه ممكن يتم طرد لاعبين او انذار اخرين، وده طبعا هيأثر على الشكل العام لفريق سياتل الامريكي طبعا. زائد كمان انه الجزئيه الخاصه بان اللاعبين في نادي سياتل ساوندرز بيمتازوا بالتسديد وقوه التسديد على المرمى، وخصوصا من اي منطقه قريبه من منطقه الجزاء، من خارج حدود المنطقه اللي عندهم لعيبه بتعرف تشوط كويس جدا على المرمى. وكل لاعبي الفريق بيكونوا تحت الكرة في الحالات الدفاعيه، يعني بيعملوا دفاع منطقه بطريقه جامده جدا. الدفاع الكومباكت طبعا اللي احنا شفناه في المباراه الماضيه كانت مباراه اوكلاند سيتي، ولكن بطريقه منظمه اكتر، وخصوصا الدفاع الكومباكت بيكون موجه وبيكون فيه لاعبين بيضغط طبعا من ضمن طبعا الخطط اللي بيحطها المدير الفني ليهم براين شميتزر المخضرم طبعا، بانه هما بيضغطوا ضغط عالي ب3 لاعبين على حامل الكوره. الفريق الامريكي سجل 47 هدف خلال الموسم ده، بس في حاجه تانية خطيره ومميزه بالنسبه للنادي الاهلي، ان هما دخل فيهم 45 هدف، يعني بيخش في مرماهم اهداف كتير، وده يدل ان دفاعهم ضعيفا نوعا ما، وعنده بعض الاخطاء التكتيكيه. بالظبط علشان كده دايما بيعتمد المدرب على الدفاع الكومباكت، بحيث ان كل اللاعبين يكونوا تحت الكوره لحمايه خط الدفاع. في حاله طبعا بناء الهجمات الخاصه بالخصم بيضطر ان هو يرجع بكل اللاعبين ويضغط ضغط عالي علشان يقدر قدر الامكان يداري العيب الخاص بالدفاع عنده، خصوصا مع تسجيل 45 هدف في مرمى، رقم كبير جدا. يعني متخيل ان فريق في موسم كامل يدخل مرمى 45 رقم كبير جدا، 47 هدف، يعني طالع موجب 2 بلس 2. هجومهم قوي جدا، دفاعهم فيه بعض المشاكل، فدي ان شاء الله الاهلي يقدر يلعب على يقدر طبعا المدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر ان هو يتعامل معاها. دي كانت كل حاجه معانا النهارده بخصوص الفريق الامريكي سياتل ساوندرز، وايه هي ابرز نقاط القوه والضعف اللي بيمتاز بها الفريق، واشهر لاعبيه، وكل المعلومات الخاصه بالنادي. دي كانت كل حاجة معانا. انتظرونا طبعا في تحليلات ما بعد المباراة، مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.